معقوله حد كان يتخيل ان امام عاشور يتعمل له كوبري عشان يجي النادي الاهلي؟ فانا واحد من الناس شابوه فعلا لمجلس اداره النادي الاهلي ان هم بيفكروا خارج الصندوق. السلام عليكم يا اخواتي. طبعا الناس كلها عماله النهارده بتقول لك ايه موضوع امام عاشور، مصر كلها ما بتتكلمش الا على امام عاشور، سواء اهلاوي او زملكاوي اسماعيلاوي، كل الناس عايز تعرف امام عاشور بيفكر في ايه، النادي الاهلي وصل في ايه مع امام عاشور. يا عم الناس، انت كزملكاوي ريح دماغك، ما تزعلش من امام عاشور. امام عاشور من اللعيبه الكويسين جدا، واللي انا شايفهم من وجهه نظري من اهم اللعيبه اللي بتلعب في خط النص في افريقيا كلها مش في مصر. ولكن تعال احسب الامور كده، هل في واحد عاقل في الدنيا دي كلها ممكن يشتغل تحت ايد مرتضى منصور؟ مستحيل يا جماعه. خلينا كده متخيلين ان انت قاعد النهارده مثلا شغال جوه نادي الزمالك عامل، مش من المعقول لو جات لك فرصه تشتغل في نادي الترسانه عامل وبنفس المبلغ اللي هتاخده في الزمالك؟ مستحيل تقعد في الزمالك مهما كان حبك للنادي، ومهما كنت انت بتحب نادي الزمالك، ومهما خيالك يوصل لابعد الحدود. ولكن مش معقول مفيش حد عاقل ممكن يشتغل مع مجلس اداره نادي الزمالك. تخيل انت امام عاشور قاعد مع نفسه، مين يعني امام عاشور هو قاعد مع نفسه كده بيقول لك ايه، والله يا جماعه انا صعبان عليا ان انا كزملكاوي اروح النادي الاهلي، بالرغم ان الامور كلها النادي الاهلي ده يا اخي برضه ملوش حل. الامور كلها ما تدلش على كده. امام عاشور ادى كل مصر على عينيها، ادانا انا كاهلاوي على عيني، وادى جمهور الزمالك والاسماعيلي وحتى الجمهور يعني اوروبا كانوا واخدين على عينيهم في موضوع امام عاشور ده. معقوله حد كان يتخيل ان امام عاشور يتعمل له كوبري عشان يجي النادي الاهلي؟ فانا واحد من الناس شابوه فعلا لمجلس اداره النادي الاهلي ان هم بيفكروا خارج الصندوق. ولكن اخواتنا الزملكاويه اللي زعلانين من امام عاشور، حابب اقول لكم ما تزعلوش، لان انتوا لو مكانه وبتتعرضوا لنفس اللي امام عاشور بيتعرض له، او احمد فتوح او زيزو او الناس دي كلها، صدقوني انتوا مش هتعرفوا تشتغلوا مع منظومه جوه نادي الزمالك مسوسه، وكل الناس عارفه قد ايه الراجل اللي موجود في نادي الزمالك ده. يعني ده مش معقول يا جماعه. ده بقول لكم احمد فتوح من افضل باكات الشمال في تاريخ مصر كلها، والراجل جاي بيقول لك عليه بيشرب مش عارف ايه وبيتعاطى ايه. معقول يا جماعه يبقى انا عندي لعيب كل ماتش بيكسر الدنيا وبيعمل اسيستات وبيجيب اجوان؟ احمد فتوح من اللعيبه الجامدين قوي يا جماعه، ومع ذلك الراجل ما سلمش منه وقال لك ده بيتعاطى وبيعمل وبيسوي. فانا رساله الجمهور نادي الزمالك يا جماعه، ما تزعلوش من اي لعيب مش عارف يشتغل مع المنظومه اللي شغاله في نادي الزمالك دي. وخلي بالك انا مش بدافع عن امام عاشور عشان رايح الاهلي او بيراميدز او الكلام ده كله، ولكن الكلام ده احنا بنقوله بقالنا فتره. الناس اللي عندها اللي شغاله جوه نادي الزمالك عندها مشكله نفسيه، لازم الاول يروحوا لدكتور نفسي وبعدين يبتدوا يمسك بقى رئيس، يمسك نائب رئيس. حتى اعضاء مجلس الاداره جوه نادي الزمالك عندهم خلل يا جماعه. طبعا كل جماهير الكره المصريه مستنيين ماتش الاهلي والزمالك، وبالاخص جمهور الزمالك مستني الاهلي بفارغ الصبر. وعلى يجي يقول لي يا عم ماتش ايه ده، الدوري خلصان والاهلي خد الدوري وبتاع. ماتش الاهلي والزمالك كل الناس عارفه، سواء الدوري خلصان او مش خلصان الماتش بيبقى ليه طابع خاص وبطوله لوحديها، فجمهور الزمالك ما عندوش حاجه يبكي عليها. انت عارف انت كده واحد خارج من الموضوع كله ولا الهوا، هو امله الوحيد في الماتش ده. فالزملكاويه عندهم حافز كبير جدا ان هو يكسبوا الماتش عشان يطلعوا على الاقل شكلهم حلو في موسم من وجهه نظري هو من اسوأ مواسم نادي الزمالك. طب النادي الاهلي استعد لماتش القمه؟ حابب اقول لك النادي الاهلي عنده منظومه ما بيغيرهاش، عنده فكر، هاخد ماتش بماتش. والاهلي الماتش ده بالنسبه له بقى هو عارف انت لو انت زي ما تكون ايه واحد كده جايب تورتايه وهياكلها وواحد جه راح واخد وش الكريمه من قدامه. فوجهه نظري ان الماتش ده هيبقى ماتش قوي جدا جدا جدا. مستني تعليقات الناس تقول لي نتيجه المباراه، وان شاء الله باذن الله تطلع مباراه كويسه جدا تليق باسم النادي الاهلي ونادي الزمالك. وبس كده يا سيدي، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد، اشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.